السلام عليكم، مرحبا بك في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكون كامل صحتكم لاباس يا ربي. فيديو نهار اليوم راح نهضروا على هذا المنتوج من لا مارك غارني فريكتوس. هذا اللي مصنوع بالبنان. انا شريت الشامبو وشريت الماسك. بطبيعه الحال هذا المنتج على بالي كاين بزاف منكم اللي شافوه، سواء في كوسميتيك سواء في فارماسي، بار فيسبوك. يعني على بالي من وين راكم تدوروا راكم تشوفوا فيه، وكاين بزاف يعني الناس يشكروا فيه. انا اليوم جيتكم بالتجربه تاعي يعني الشخصيه، رحت شريته جربته، ودوكا راح نقول لكم التجربه تاعي اسكو عجبني ولا لا. اول حاجه قبل ما نشري يعني هذا المنتج، هذا المنتوج، شفت يعني اراء تاع الناس، كاين بزاف اللي لقيتهم شكروا فيه، سورتو يعني هذا تاع الموز. كاين بزاف شكروا فيه، يعني هو فيه بزاف انواع، فيه تاع بابايا، فيه تاع الصبار، تاع جوز الهند، يعني فيه بزاف اذواق. انا خيرت هذا، يعني على حساب نوع تاع الشعر تاعك، اسكو جاف اسكو دهني، يحتاج ترطيب، يحتاج العنايه، راه متقصف، راه مهم كل وحده وكيفاش دوك نقول لكم يعني الانواع كامل واش فيهم. انا رحت شريت هذا قلت لكم تاع الموز. هذا خاص بالتغذية الشعر، يعني هذا راه مغذي للشعر. سورتو انا يعني شعري راني حملات وعندي بزاف، ما درت له لا ماسك لا زيت لا حتى حاجه. ما ندير له حتى حاجه، شعري نغسلو بالشامبو، نخرج نشفو نشيحو بالسيشوار، نزيد له ليسور، يعني حرقته كما يقولوا، ما خليت فيه حتى حاجه، ناشف متقصف، متضرر يعني لاقصى درجه. حبيت يعني رحت جبت هذا هكا، وقلت نجربه. صراحة عجبني بزاف بزاف بزاف، سورتو يعني بعد ما تستخدموه لمدة طويلة. أنا يعني استخدمته من جوان هكذاك حتى دوكا، باش جيت باش ندير لكم ريفيو عليه، يعني وراه قريب يخلص لي، بقات لي حاجة صغيرة برك إن شاء الله. راح نعاود نشري علبة خلاف، يعني علبة تانية، خاطر عجبني وما نقدرش نزيد نستغنى عليه يعني. من الفوق هنايا كاتبين لكم الاخر تاعو، طريقة الاستخدام. دوكا راح نهضر لكم على كل حاجة، كيفاش تستخدموه، منين تشريوه، بشحال شريتو. فيه خاطر فيه 3 طرق للاستخدام. يعني في العلبة راه موضح كل حاجة، يعني برك ترجموا اللي ما تعرفش ولا ما تفهمش، خاطر هو ما مكتوبش بالعربية خلاص خلاص، وماشي بالفرنسي وماشي بالانجلي. ما باليش لقيته بواحد اللغة، ما باليش واش. المهم كنت نكتب في جوجل ترادكسيون هو يترجم لي. هنا الحجم تاع العلبة كبير بزاف، شوف الله يبارك شحال العلبة. فيها 98% مواد طبيعية، يعني مكوناته كامل طبيعية كامل نباتية، بدون سيليكون وبدون بارابان، يعني آمن 100% للشعر. طبعا شوفوا هنايا كيفاش القوام تاعو الداخل، قلت لكم راه قريب يكمل لي. جاي هكا ثقيل، وشوفوا كيفاش يبقى مزيت، يعني كتحطوه في شعركم، شعركم يتزيت ويتزيت عفوا، ويتغذى بكامل هاد المكونات اللي فيه. قلت لكم مكوناته امنه 100% للشعر، يعني ما تخافوش خلاص على شعركم. سورتو وحده اللي تستخدم الصبيغه ولا ليماش ولا شعرها محروق متضرر، ننصحكم كامل بهذا. سورتو العرايس، سورتو اللي راهي تجهز، هذا ديوه ما تخافوش، يعني على ضمانتي. على بالي كامل راح يعجبكم، متأكدة 100%. كي تجربوه كامل راح تحبوه، وكامل راح يفيدكم، خاطر النتيجة تاعو يعني راح تبان من أول استعمال. كما راني نقول لكم، من أول استعمال لاحظت الفرق على شعري. قلت لكم شعري كنت هاملات وما ندير له حتى حاجه، ما نحط له زيت، ما نحط له ماسك، ما نحط له حتى حاجه. طبعا بعد ما استخدمت هذا لقيت يعني النتيجة. والعلبة شوف الله يبارك شحال كبيرة، ترفد 390 ملل، يعني كمية كبيرة وتكفيكم لمدة طويلة بزاف. طبعا مصباح وانا نهضر وما قلت لكمش طريقه الاستخدام. هذا المنتج ولا هذا البرودوي تقدروا تستخدموه بثلاث طرق. واش هما؟ اول حاجه تقدروا تستخدموه كحمام زيت، يعني قبل ما تستحموا تحطوا كميه على الشعر وتخليوها من 15 ل 20 دقيقه. من دا كان نديرو يعني كحمام زيت، والاغلبيه راني نستخدمو ماسك للشعر. يعني داخل في الدوش، كي تغسلوا شعركم بالشامبو، حطوه في شعركم مدة من 5 دقائق ل10 دقائق. هنا نقول لكم طريقتين. الطريقة الأولى حمام قبل ما تدوشوا، ديروها على شعركم، خليوه لمدة من 15 دقيقة ل10 دقيقة، ومن بعد دخلوا تدوشوا نورمال. تاني طريقة انه الداخل في الدوش، يعني كي تغسلوا شعركم وتخلصوا بالشامبو، استخدموه يعني حطوه لمدة
10 دقائق هكذا 5 دقائق ومن بعد شللوا. وعندك الطريقة الثالثة تستخدمه على الشعر المبلل. يعني كي تخلص الدوش خلاص تحطه على شعرك كبديل زيت. يعني بلاص ما تحط الزيت ولا في الاخر حطه هو على شعرك وخليه يعني ينشف عادي. تاني يحمي الشعر من حرارة، يعني من درجة الحرارة. كي ديروا السشوار راح تلاحظوا الفرق انه شعرك يتخدم السشوار بعد ما تحطه ولا بعد ما تخدم به. يعني تخدم لك تمتم، وتاني الشعرة ما تتحرقش، يحمي الشعرة نتاعك. انا هنا كنت شريت هذا وشريت تاني الشامبوان. يعني شريته باش استخدمته. ان شاء الله في فيديو جديد راح نهضر لكم على الشامبوان. هذا الفيديو خصصته راح نهضر على غير هذا، على هذا الماسك والنتائج اللي شفتهم يعني على شعري. شعري رجع رطب، شعري رجع يعني ما يديروليش بزاف فيه ليفوج. وتاني حسيته رجع خفيف خفيف خفيف، سورتو يعني بعد ما ندوش ونخرج خفيف هايل هايل. تاني الريحة ما نحكي لكمش على الريحة، تمني تكونوا معايا وانتم تشموا في الريحة تاعو. الريحة تاعو بزاف شابة. شتو الريحة تاع البنان هذيك القاصحة تهبل الريحة تاعو يعني، وتبقى في شعركم يعني نهار كامل وهي في شعركم يعني حتى الغدوة من داك، والريحة هذيك مازالت لاصقة في شعركم. يعني ريحته بزاف شابة، تقول يعني ناكلو ولا شغل راه ياغورت ولا ريحته بزاف شابة، على بالي راح تحبوها. ويعني ماهيش ريحة اللي مش مليحة ولا بزاف هايلة. الحاجات اللي شفتهم يعني بعد ما استخدمت ولا استعملت هذا الماسك، يعني قلت لكم شفت شعري ولا رجع رطب. رجع رجع رطب بزاف، رجع خفيف، رجع حيوي اكثر. حسيته رجع متغذي اكثر يعني. سورتو يعني كان ناشف بزاف وما كنتش نتهلا فيه. بهذا المنتج يعني قدرت يعني نتهلا فيه ولو يعني حاجة قليلة، ولكن الحمد لله شفت الفرق بين قبل ما نستخدمه وبعد ما استخدمته. ننصحكم كامل به، سورتو العرايس واللي راه تجهز. ما تنساوش تديوه معكم في التروس، اكيد راح تحتاجوه. سورتو وحده اللي رايحه تصبغ شعرها ولا اللي رايحه تدير ليماش ولا اكيد راح تستخدموه، واكيد رايحين تحتاجوا اليه. وهنا راح نهضر لكم على الانواع تاعو، خاطر فيه بزاف انواع. كاين هذا تاع الموز، كاين تاع البابايا، كاين تاع الافوكادو، كاين تاني تاع جوز الهند. راح نهضر لكم عليهم هنايا باختصار. يعني كل وحده تشوف الملائم ولا اللي يناسب شعرها. انا صراحه ما جربتهمش، جربت غير هذا تاع البنان وعجبني، واكيد راح نعاود نشريه، ولا ممكن راح نشري طعم واحد اخر باش نشوف يعني الفرق ما بيناتهم. بالنسبه تاع البابايا هو مرمم للشعر التالف. نتاع الموز كما قلت لكم راه مغذي للشعر، تاع جوز الهند مناعم للشعر الخشن، وتاع الصبار مرطب للشعر الجاف. هادو هما يعني الانواع اللي على بالي واش يستعملوا. انتم يعني شوفوا اللي يناسب الشعر تاعكم وشروه. بالنسبه للسعر مازال ما هضرناش على السعر تاعو. السعر تاعو راه يدير من 120 حتى ل 150. انا شريته نورمالمون 130. هنا من راني نسكن شريته من الحانوت تاع خيرو. تلقاوه في ولاد سويسي في الطاهر ولاية جيجل. هذا هكذا هذه هي البلاصه يعني اللي شريته منه. نورمالمون شريته في ذاك الوقت يدير 130. والسعر تاعو يعني صراحه قلت من بين 120 حتى ل 150. يعني هو السعر تاعو شويه غالي، ولكن نظرا للحجم تاعو اكيد مناسب وراح يبقى لكم يعني لمده طويله. وهنا حبيباتي خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. لكن عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم هكا باش تكبر لمتنا. تاني ما تنساوش ديروا لي جام وتخليوا لي كومونتار شباب كما نتوما حلو. وتاني لكن عندكم اي استفسار خليوا لي في لي كومونتار، اكيد راح نجاوب عليكم كامل كامل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. باي باي.